بالرغم من رحيل عمر خورشيد من أكتر من 43 سنة إلا إن وفاته لسه لغز كبير ملهوش حل. ناس بتقول الموضوع مدبر بفعل فاعل، وناس تانية بتقول قضاء وقدر، وناس تالتة بتقول في طرف تالت في الموضوع. المهم إن النتيجة واحدة والقضية اتأيدت ضد مجهول. بس الغريب إن أهل عمر خورشيد خدوا عذاب بعد رحيل صفوت الشريف. بدأوا يفتحوا الدفاتر القديمة، وده كان اتهام صريح بإن هو المتورط في حادث وفاة عمر خورشيد. تعال أعرفكم الحقيقة إيه وإيه اللي حصل في ليلة الوفاة، وهتعرفوا كمان التحقيقات النيابة وصلت لفين، ليه القضية اتلفقت، ومين هو الشاب السعودي اللي اتقبض عليه، وإيه علاقة السندريلا بالحكاية. خليكم معانا لآخر الفيديو. عمر خورشيد اتولد سنة 1945 في أسرة فنية عريقة. والده هو أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي. والدته هي عواطف هاشم من سيدات المجتمع. الفنانة شريهان تبقى أخته من والدته، وأطلقوا عليه لقب ملك الجيتار لأنه عمل طفرة كبيرة في عالم العزف. اختاروا الرئيس السادات علشان يعزف في أمريكا أثناء توقيع اتفاقية السلام سنة 1978. وفي شهر مارس عام 1981 اتعرض فيلم العريفة اللي من بطولته هو ومديحة كامل. ومن الصدفة العجيبة إنه توفيت ضمن أحداث الفيلم في حادثة سير سيارة، وكأنها بروفة رحيله. وبعدها بشهرين بالظبط، وتحديدا يوم 29 مايو عام 1981، اصطدم الجمهور بخبر وفاة عمر خورشيد بعد اصطدامته بسيارته بعمود إنارة لما كان راجع من شغله في شارع الهرم، وكانت معاه زوجته دينا والفنانة مديحة كامل. طيب ايه اللي حصل ليلة الحادث؟ عمر خورشيد خلص شغله في كازينو رولاند واتصل بصديقه سعد عبد العزيز شاب كويتي الجنسية علشان يحضر معاه توقيع عقد عمل جديد في كازينو شيرلي ماريو. وسابقه عمر خورشيد وكان معاه زوجته التانية أخصائية التجميل اللبنانية دينا والفنانة مديحة كامل. وفجأة وهم ماشيين قربت منهم سيارة خضراء فيها شابين، وفضلوا يعكسوا في دينا وكمان أهانوها بألفاظ بذيئة من قدام فندق الأزيرونا. الموضوع ضايق عمر خورشيد جدا وحاول يوقفهم، بس هم جريوا بسرعة جنونية كانت على 120 كيلو في الساعة، وعمر جري وراهم بأقصى سرعة لحد لما فقد السيطرة على سيارته. اصطدمت بجزيرة في نص الشارع وجسمه طار ووقع على الرصيف قدام مطعم خريستو فارق الدنيا في لمح البصر. ورجعت العربية الخضراء قربت منه وكأنها بتتأكد إنه توفي، وبعدها ركبوا سيارتهم واختفوا في لمح البصر. وده اللي قالته مديحة كامل ودينا في التحقيقات. وبعد لحظات من وصول صديقه سعد، نقل عمر خورشيد للمستشفى العجوزة. لما وصلوا بلغوا إنه توفي لأنه تعرض لنزيف حاد في قاع الجمجمة من الاصطدام الشديد. وصديق عمر خورشيد التاني وهو محمود محمد فريد نقل دينا ومديحة كامل لمستشفى الأنيكولا أمريكان، وإصابتهم ما كانتش خطيرة. وبعد الحادث ب3 أيام قدرت المباحث الجيزة يتوصلوا لطرف الخيط لما راح شاب اسمه محمد حسين سليمان اللي كان شغال في بار مان في استوديو الزمالك، وسلم نفسه للشرطة عابدين وقال إنه كان راكب سيارة مجهولة اللي كانت بتطارد عمر خورشيد، وقال إنه كان راكب معاه شاب سعودي وطلب منه يروح يسهروا معاه في ملهى ليلي في شارع الهرم. وطبعا عن اسمه وعنوانه قال إنه دخل في سباق سرعة مع عمر خورشيد وسرعتهم كانت 120 كيلو، اللي ساعدهم إن الطريق كان فاضي مفهوش زحمة. وبعد ساعة واحدة اتقبض على الشاب السعودي وهو أحمد فهد عبد الرحمن في شقة مفروشة في المهندسين، وهو كان طالب في كلية الحقوق مدرك في قائمة الممنوعين من السفر علشان كان متهم في حادث سير من 3 سنين أصيب فيه النقيب المحاميين الأسبق أحمد الخواجة. وقال في التحقيقات إنه كان رايح يسهر مع صديقه في البار مان في الكازينو في شارع الهرم ومعكسش زوجة عمر خورشيد، وكان ماشي على سرعة 60 كيلو. قال كمان إن صديقه قال له إن مديحة كامل موجودة في السيارة اللي جنبه، بس هو مهتمش، وإن هو خرج الساعة 4:30 صباحا من الكازينو وشاف سيارة مدمرة تماما، وما كانش يعرف إنها سيارة عمر خورشيد، وإنه راح بلغ في اسم الهرم واتفاجئ إنهم عندهم علم فروح بيت. بعدها قال كمان إن سيارته لونها بني والأوصاف اللي اتبلغ بيها سيارة خضراء
علشان كده ما كانش عنده شك إنه مطلوب للتحقيق، وبالرغم إن شهود العيان اعترفوا عليه وأكدوا إنه هو الجاني للحادث، إلى إن النيابة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة قيمتها 5 جنيه. القضية اتأيدت ضد مجهول استمر لغز كبير على مدار سنين طويلة لعيلته وكل الجماهير. ونيجي بقى لأقرب الروايات للمتورطين الحقيقيين، وهو صفوت الشريف اللي كل أهل عمر خورشيد ما قدروش يتهموه بشكل صريح. وقال الإعلامي محمد الباز إن عمر خورشيد بقى يدافع عن سعاد حسني بعد رحيل عبد الحليم حافظ، وقال لصفوت الشريف سيبها في حالها وبلاش تشغلوها معاكم لأن أنا هفضحكم. فقرر يتخلص منه ودبر له الحادث، وكل أهل عمر خورشيد متأكدين من كده لأن عمر بلغهم بكلام صفوت قبل رحيله، وعلشان كده قرروا ياخدوا عزاه بعد وفاة صفوت الشريف. بالرغم من انه رحل عنهم من 40 سنة، رحم الله الموسيقار الكبير اللي رحل في عز شبابه عمر خورشيد.